الوكيل أشرف بن شرقي يفاجئ الجميع بشأن عودة اللاعب إلى الدوري المصري مجددا. في ظل الحديث عن اقتراب اللاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق من نادي بيراميدز عقب رحيله عن الجزيرة الإماراتي، خرجت بالأمس تصريحات منسوبة إلى رشيد بن شرقي وهو شقيق اللاعب ووكيله في نفس الوقت، حيث يستبعد رشيد بن شرقي خلال هذه التصريحات فكرة انضمام أشرف بن شرقي إلى بيراميدز خلال موسم الانتقالات الجاري، حيث أكد رشيد في تصريحاته أن عرض بيراميدز لا يناسب طموحات أشرف، خاصة وأن هناك عروض بأكثر من عرض الفريق السماوي بعدة مرات. هذه التصريحات أكدت عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام مصرية بأن أشرف بن شرقي قريب جدا من الانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الموسم القادم. وأكد رشيد أن طلبات اللاعب المالية أكبر من أن يتم تقديمها في الدوري المصري خلال الفترة القادمة. واختتم وكيل اللاعب أن أشرف بن شرقي سوف يحسم مصيره النهائي خلال أيام لتحديد النادي الذي سوف ينضم إليه خلال الموسم الجديد.